فيديو جديد. في الفيديو ده هقول لك ازاي تستلم ميسي النسخه الجديده، النسخه اللي نزل في بيانات اللعبه بس ما نزلتش عندك في الحساب بعد التحديث. في الفيديو ده هقول لك ازاي تستلمها. قبل ما ابدا لايك شير للفيديو، حط اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. يلا بينا نخش في الفيديو. عايز بس اوضح حاجه قبل ما اخش في الموضوع بتاع الفيديو. النسخه ما نزلتش عندك في الحساب عشان الحساب بتاعك ما اذا كان بقى ياباني او حسب الدوله بتاعك ايجيبت، اي حاجه حسب الدوله بتاعك الحساب ما نزلش عندك. الحساب نزل بس لدوله معينه وهي دوله تركيا. فكل اللي تحتاجه انك هتعمل حساب جديد عشان تستلم ميسي النسخه الجديده. عشان تعمل حساب جديد لازم تنسخ اللعبه، ما ينفعش تمسح بيانات اللعبه، هيبقى مش افضل حاجه بالنسبه لك. انسخ اللعبه عشان تعرف تربطها بسهوله. ازاي بقى تنسخ اللعبه؟ كل الروابط هتلاقيها في الوصف، سايب لك اكتر من 5 روابط عن فيديوهات المهمه في القناه ازاي تنسخ اللعبه، او خش على القناه وهتلاقي فيديوهات النسخ كلها وكل ما يخص اب كلونر هتلاقيها في القناه. بعد ما تنسخ اللعبه، اول ما تنسخها وتخش على اللعبه هتروح تعمل اللغه اللي عندك وهتعملها تركيا زي ما انت شايف الدوله اهي، تعمل تركيا وتخش على اللعبه. المشكله ان النسخه موجوده في دوله تركيا بس مش موجوده في اي دوله غير دوله تركيا. غير ان التحديث اصلا سيء، اللعبه نزلت النسخه اصلا المفروض تبقى مجانيه او تنزل لها حمله مخصوص، حمله عدله نزلتها كمان في تركيا مش عندنا في الدول العربيه او اي دوله تانية. ما انت شايف، تبدأ كل حاجة للحساب، تدي صلاحيات اللعبة وتعمل لك الاسم وهتعمل تحميل لل 30 ميجا اللي اللعبة تطلبها منك. اول ما تحمل كل حاجة عندك، ما انت تعمل اختار اي فريق. ما انت شايف دي حبة حاجات كده الحسابات لسه ما بادئة. ما انت شايف انا بقلب كده في الاحداث ظهر لي الحدث ده بتاع ميسي. ما انت شايف اما اعمل انتر هيدخلني على الحدث بتاع عشان تعرف تستلم النسخة. انت تستلم النسخة كل اللي عليك تخش تلعب ماتش، تعمل الصعوبة زي ما انت عايز، تخش تلعب ماتش واحد. ماتش واحد اكسبه او اخسره اي حاجه، تلعب الماتش تخلص الماتش على طول ميسي هيجيلك في الهدايا او هيجيلك في البريد بتاع اللعبه. بس دي كان فيديو النهارده، متنساش لايك وشير الفيديو، حط اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفك فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.